جنون الاحتفال بهدف إبراهيم وردة فعل أنشيلوتي السريالية وإيماءة مبابي أثناء مغادرته الملعب، التفاصيل القيثارية لفالفيردي المصاب بشدة. هناك الكثير، لا بل الكثير جدا مما لم تروه في فوز ريال مدريد الصعب على أتلتيكو في ذهاب دور 16 من دوري أبطال أوروبا. هناك فرق بين أن تشاهد وأن تعيش اللحظة. هل جربت أن تهتف باسم فريقك وسط الآلاف المشجعين؟ أن ترى الهدف يسجل أمامك لا خلف شاشة باردة مع تذاكر 365؟ يمكنك أن تكون في قلب الملعب في أي مباراة حول العالم، من أمسيات دوري الأبطال الساحرة إلى معارك كأس العالم الحاسمة. لا تفوت هذه الفرصة. الرابط في أول تعليق وفي وصف الفيديو. احجز مقعدك الآن، فالزمن لا ينتظر أحدا. كرة القدم تعاش، لا تشاهد فقط. لا نعلم ما إذا كان السر في تلك المحادثة مع فلورنتينو بيريز قبل دخول الملعب. الرئيس الريال مدريد في مشهد غير معتاد كان هناك يبتسم لرودريغو وكأنه يقول له اليوم ليلتك. وبدأ أن جمهور ريال مدريد صدق ذلك عندما سجل هدفا رائعا بعد 3 دقائق فقط، لكن هذا الهدف لم يكن ليحدث لولا تمريرة فالفيردي الساحرة. وحدها تلك التمريرة بررت مشاركته رغم إصابته. انظروا إلى الضمادات الضخمة على ساقه، لقد لعب وهو مصاب تماما، ومع ذلك احتفل بالأهداف بحماس جنوني. لم يكن غريبا أن يعانقه أسينسيو بشدة، فقد كان أول من ركض نحوه وتبعه رودريغو وفينيسيوس لاحقا ليشكروها. ولكن من المؤسف أن مدربه لا يمتلك نفس العقلية. ماذا كان يتحدث عنه أنشيلوتي وطاقمه الفني بعد الهدف الأول؟ وربما عن تغيير الخطة والتراجع للدفاع. لم يفهم أحد ذلك مجددا، وكأن جمهور ريال مدريد شعر مثل فينيسيوس هنا، لأنك ببساطة لا تستطيع التراجع للدفاع عندما تمتلك أفضل اللاعبين في العالم وعلى ملعبك أيضا. ومن الطبيعي أن يحدث ما حدث عندما يكون لديك لاعب مثل كامافينغا يضغط ويفتك الكرة بهذا الشكل، فالأمر حتمي، سيعود الخصم ويسجل التعادل. وكان يمكن أن يكون الوضع أسوأ. ربما كان مبابي في طريقه إلى غرفة الملابس ليخبر الحكم الفرنسي أن هذا الفريق لن يذهب بعيدا بهذه الطريقة، ولكن لحسن الحظ وكما يحدث دائما بشكل غير مفهوم جاءت لحظة سحرية أخرى. فقط انظروا إلى هذه الصورة. إبراهيم سجل هدفا لا ينسى يحمل في طياته الكثير من القصص. لو تأخرت هذه اللقطة 20 ثانية فقط لما كان موجودا على أرضية الملعب. كان مودريتش مستعدا للدخول، وكان أنشيلوتي بالفعل يعطيه تعليمات، ولكنه فجأة توقف. تغيرت ملامحه، ثم احتضن ابنه بارتياح بينما عاد لوكا للإحماء. وفي تلك اللحظة كان إبراهيم يركض نحوه ليحتفل معه، وكأن أنشيلوتي يخبره كنت سأستبدلك. وبعد هذا الهدف عاش جمهور ريال مدريد احتفالا مجنونا. رأوا فيه روديغير يرفع إبراهيم عاليا، بينما كان مبابي مختفيا تقريبا ولم يظهر سوى نصف ابتسامته، وفينيسيوس مستاء من الجماهير مطالبا بالمزيد من التشجيع، وإبراهيم نفسه غاضبا من البطاقة الصفراء التي تلقاها بسبب احتفاله مع الجماهير، والتي كانت عقوبة سخيفة للغاية على هدف مهم كهذا. مارسيلو على الجانب الآخر كان يضحك، وكأنه يرد على سيميوني الذي قلل من شأن إبراهيم دياز قبل اللقاء. ولكن الرد الحقيقي جاء من إبراهيم نفسه عندما صاح في وجه سيميوني تحدث الآن. كان الهدف مهدى له شخصيا، ولحسن الحظ انتهت المباراة قبل أن تتعقد الأمور أكثر، لأن الفرصة الأخيرة كادت أن تقتل اللقاء. فلو سجل ريال مدريد الهدف الثالث لكانت المهمة أسهل، لأن الإياب سيكون نارا أمام جماهير وصفت بأنها نارية قادرة على إطلاق صافرات الانسجام حتى خلال لحظات الصمت. ولكن في مباراة الإياب سيكون بيلينغهام حاضرا بعدما تابع الذهاب من المدرجات بجوار والدته. ربما كان ليغير الأمور لو شارك، ولكن بالنظر إلى الصورة كاملة ريال مدريد لعب بتشكيلة منقوصة، ومبابي خرج محبطا بلا أي دعم سوى من مدرب الحراس يوبس. لكن لا يوجد أي لاعب موقوف للإياب بسبب البطاقات، وجميع اللاعبين متاحون باستثناء سيبايوس المصاب الذي كان مع الفريق في الذهاب، وربما يكون موجودا في الإياب لدعمهم من المدرجات. لذا ربما لا يجب على جمهور ريال مدريد أن يكونوا متشائمين،
فليأخذوا الإلهام من ابتسامة روديغير وأسينسيو، لأن الحقيقة هي أنه رغم كل هذا ريال مدريد وضع قدما في ربع النهائي.